السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم المطلوع من بلد الشقيقة الجزائر تحت طلب واحد الاخت، وجيت نشاركه معكم. كما كتشوفوا هنايا جبت زلافة صغيرة وديت فيها 2 زلايف ديال الفينو اللي هي السميد الرقيق، ليس الرقيق جدا، السميد الرقيق العادي. درت 2 زلايف والكميه كتبقى على حسب افراد العائله، يعني انا ما درتش بزاف، كندير غير واحد شويه، وانتم تقدروا تضاعفوا الكميه. وزدت زلافه ديال الفرينه، وزدت ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر سنيده، وجبت واحد الكاس كبير ديال الماء الدافي، وغادي نجمعوا به العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه. الماء كنزيدوه بالتدريج، كنعجنو ونزيدو الماء بالتدريج بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كنجمعوه غير بهذه الطريقه هذه، ما يحتاج لا العجين لا الدليك. من بعد كنزيد فيه كاس اخر ديال الماء، كاس كبير. هاد العجينه هذه احتاجت ليا 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان كبار. بعد كنجمعوا العجينه ديالنا وكنزيدوا فيه الماء بالتدريج حتى كتولي لنا واحد العجينه اللي هي لينه، ما كتجيش قاصحه، خصها تجي جاريه بهذه الطريقه هذه. جربوا بهذه الطريقه هذه وغادي يجيكم المطلوع ديالكم ناجح 100%. من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كيجي بهذه الطريقه هذه، كيكون لين جدا. من بعد كنجيبوا السلوفان ديالنا كنغطيوه، من بعد كنغطيو واحد السربيته اللي تكون نقيه، وكنخليوه يخمر لمده ساعه. من بعد ما خمر لينا لمده ساعه، كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كيجي مفشفش لداخل، كيكون طالع. من بعد كنجيبوا الملح، كما كتشوفوا ما درتش معكم الملح، كنخليها هي الاخرى، وكنزيد عليها واحد شويه ديال الماء. من بعد كندخلو في العجين ديالنا باش هي اللي كتجمع لينا العجين بهذه الطريقه هذه، وكندلكوه واحد شويه، كندخلو فيه هذاك الملح ديالنا. هلا كندخلو مزيان الملح ديالنا في العجين باش ما يجيش لينا بلاصه فيها الملح وبلاصه لا. ها كيفاش كتجي العجينه ديالنا، كتجي رطبه. من بعد ندير لها واحد شويه ديال الزيت ونبدا نجمع فيها. فوالا غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت، ندهنها بالزيت. من بعد نغطيها واحد 5 دقائق ترتاح لينا العجين ديالنا. كما كتشوفوا قدامكم كتخرج البولات. هنا تعرفوا باللي راهي العجين ديالكم ناجحه 100%. وهنا غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق. وهنا غادي نجيبوا واحد السربيته اللي تكون نقيه وندهنوها غير بواحد شويه ديال الدقيق
دقيق الفرص بهذه الطريقه هذه باش ما يلصقش لينا المطلوع ديالنا. وهنا انا خرجوا لي جوج مطلوعات، وغادي نقسموها بهذه الطريقه هذه ونجمعوها بحال الخبز. بعد غادي نديروها تحت فوق السربيته ديالنا، ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. نغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. المطلوع العجين ديال المطلوع خصو الصبر باش يجيكم ناجح 100%. من بعد ما خليناه يخمر غادي نزيدو نقلبوه بهذه الطريقه هذه، ما نخليوش بزاف باش ما تقسحش لينا العجين من الفوق ويجي مشقق. نخليه واحد 5 دقائق، من بعد نقلبوه ونزيدو نخليوه واحد 5 دقائق واحده اخرى. من بعد ما خلينا 5 دقائق غادي نبسطوه بهذه الطريقه هذه بحال الخبز تماما، بهذه الطريقه اللي كتشوفوا قدامكم. وغادي نخليوه تاني يرتاح واحد 5 دقائق. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما سخنا الطاوه ديالنا وحطيت فيها المطلوع ديالنا، كما كتشوفوا كيخرج هذوك البولات هذوك. هنا كتعرفوا باللي راهو ناجح لكم 100%. من بعد كنخليوه يطيب من التحت مزيان، من بعد كنقلبوه ونطيبوه مزيان مع الجناب مع التحريك المستمر. كل مره كنحركوه مع الجناب باش يطيبوا لينا الجناب كاملين. كنخليوه حتى كيطيب لتحت مزيان، عاد نقلبوه بهذه الطريقه هذه. وكنجيبوا واحد المغرف وكنبقى نضربوا فيه باش ما يجيش لينا معجن لداخل. وهذه هي النتيجه النهائيه. درت معكم جوج مطلوعات، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وهكذا جات من الداخل، جات مفشفشه لداخل، ما جاتش معجنه بهذه الطريقه هذه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. اللي عجبتها ما تبخلش عليا بلايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. مع السلامه.